عشان نيجي بقى لماتش النهائي السنغال قصاد مصر، وبدون دخول في تفاصيل كتير لان الواحد مش عايز يفتكر اللي حصل او يرجع لاحاسيس ومشاعر ما صدق ان هو ينساها. بس اللي اقدر اقوله اننا عشنا مع الجيل بتاع المنتخب ده لحظات كتير، لحظات غم ونكد، ولحظات تانية كنا في قمة سعادتنا. تقريبا كيروش كان اول مدرب يرجع لي الشغف للمنتخب من ايام 2010. كيروش محققش بطولة او متأهلش مع المنتخب لكأس العالم، بس هو اللي حط البذرة اللي دلوقتي شايفها مع حسام حسن. وانت معاك منتخب في جناح في ليفربول، مهاجم في الدوري الفرنسي، وجناح تاني في السيتي. ده غير عندك الافضل داخل القارة زي امام عاشور واحمد السيد زيزو، وجاي لك كمان في السكة لعيب زي مروان عطية، وكمان مش هننسى تريزيجيه. جيل فتاك بصراحة. شايف ان لو كان كيروش كمل مع المنتخب كان نقل المنظومة في حتة تانية. بصراحة اي حاجة من ريحة السير فهي اكيد هتبقى جميلة. ده بقى كان كل حاجة عن مشوار المنتخب في البطولة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وشاركونا ارائكم في الكومنتات، وخلونا نعرف رأيكم في الرحلة، وقولي لو عايز نوع من الحلقات دي تاني، ويا رب تخشوا الجنة.